هذا الأخ اللي عمره 20 سنة كان أفطر يوما عمدا، يعني انتهك حرمة رمضان عمدا. هذه مشكلة، ولكن الحمد لله احنا أعطانا ربي واحد الدين. لو كان نحمد ربي ونشكروه الصباح العشية الليل النهار ما نأديوش حقه اللي جعلنا مسلمين، كرمنا بالإسلام. كنا نقرأ ذكرا من أذكار رمضان نقول فيها: حمدناك شكرناك على ما أعطيتنا جعلتنا مسلمين محمد نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني أنا لما ولدت في الدنيا ولد معي في تلك اللحظة آلاف الصبيان، ولكن الله تعالى هيأ لي ما يفتح علي بابا اسمه باب الإسلام. القابلة تحملني بين يديها وتقول بسم الله ما شاء الله. كلام يعني جوهر الإسلام. نعم. أنمو قليلا أمي وحينما ترضعني بسم الله بسم الله بسم الله، يعني كل شيء يذكرني بالله. أذني أول ما تسمع وأنا قادم إلى هذه الدنيا الله الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ربي اختار لي باش نكون مسلم. هذا الاختيار الإلهي قد ما نحمده قد ما نشكره ما نوفيوش حقه، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة، واللي مات على غيرها وين يروح؟ يخلد في جهنم. إذن هذا فضل من الله. المفروض الإسلام هذا نجتهد باش ما نديرش فيه أخطاء، لأن ربي أعطالي نعمة واحدة، نعمة كبيرة يلزم نعض عليها بالنواجذ كما قال لي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان سمي إنسان للنسيان، يغفل ويسهى ويسهو ويرتكب بعض الحماقات، من بينها هذا السلوك هذا في نهار رمضان. ممكن رفقة السوء، ممكن صحبة الأشرار، ممكن طيش الشباب، يلا ظهر له يأكل من غير يعني عذر كذا إلى آخره. هذا مشكل. لكن هذا الإسلام اللي نتحدث عليه يقول لنا، يخاطبنا من عليائه ويقول: ما تخافوش، راه ما كاش مشكل اللي ما عندوش حل. أنت عندك مشكل تبحث عن الحل، هيا نعطيوك الحل يا سيدي اللي ربي يختاره لك. انت انتهكت يوم من رمضان، خلاص حبيت الآن تبت وندمت ترجع لله تعالى، صوم هذاك النهار اللي كليته، هذه الأولى، لازم تصوم النهار هذاك. انت الآن 40 سنة وانت كليته في النهار اللي كنت 20 سنة، يعني راه 20 سنة فاتت عليك، معناها عندك بيناليتي دروطار، غرامة على التأخر. إذن زيد وكل مسكين. والآن نرجع لحاجة أخرى. أنت اعتديت، أنت ظلمت بانتهاكك حرمة رمضان، وقعت في ظلم كبير، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. الآن حبيت تطهر نفسك من المظلمة، سهل، هيا وكل 60 مسكين، وإذا ما عندكش باش توكلهم صوم شهرين متتابعين، وتخرج من ذنبك بأجر عظيم، وربي يوفق إن شاء الله.